لو في التمرينه محمد دخل فيه جون زي ده هقول ازاي في التمرين يدخل فيه جون زي ده. الدقيقة 92 يدخل فينا طبعا هدف من تسديدة من خارج ال 18، طبعا يصدها محمد الشناوي بشكل سيء جدا، وبشكل ما فيهوش تركيز، وبشكل ما فيهوش خبرة، وبشكل ما فيهوش حراسة، وبشكل ما فيهوش لاعب، وبشكل ما فيهوش طول، وبشكل ما فيهوش الاول والاوحد، وبشكل ما فيهوش الاسم اللي الفيلم انت عايزه هيبقى اسمه ايه. انا بالراحة اهو بهدوء زي ما قلنا ان هو ماتش ودي، فلو انا اتعصبت كده هبان ان انا اوفر قوي، وهبان ان انا بمثل وغرضي حاجة تانية. فانا هبقى بالراحة جدا وهتمالك نفسي ان انا اصلا لما بشوف النادي الاهلي بيخسر تنس طاوله ولاعيبه تنس الطاوله او لاعب تنس الطاوله بيعمل حركه بتضايقني ببقى متضايق قوي، بتلاقيني بتعفرت. تنس طاوله يا اسلام، تنس طاوله يا بينج بونج. هل ده هيستمر الموسم اللي جاي؟ يعني هي الدنيا ايه؟ يعني هي الدنيا ايه ان انا يعني الدنيا ايه ان انا ابقى مجبر على حارس مصر كلها بتقول عليه افيهات؟ خلاص هو بقى ماده. انا اسف في اللي بقوله، انا اسف في اللي بقوله، واللي هيطلع يعني مثلا في ناس تقول لك لا والشناوي خدها مش عارف. اقعد بس مع الواحد شوف بيقول على الشناوي. مش التمثيل ده عشان الميديا، فاحنا الميديا لازم نقول الكلام اللي يرضي مش عارف ايه. هي كلها خلاص عارفه هي بتقول ايه في فيديوهاتها وبترمي كلام علينا ازاي وكده، فسيبونا بقى احنا نشوف اللعبه دي بالوجهه النظر الصح. ده ضايع، ده ضايع. احنا يا جماعه نعترف ونبقى هادين يا جماعه. حارس ضايع، لا كان حلو ولا بقى حلو ولا هيبقى حلو. شالك انت، يمكن ما اعرفش انت كان مغمى عليك فهو شالنا دي جمع لمين يعني؟ شالنا مثلا كنت انت ماشي في الشارع، انا ماشي في الشارع انا وبنت خالتي، ففجاه واحده هبطنا فلقينا حد جاي شايلنا احنا الاثنين على المستشفى، فانا وانا رايح عمال اقول الحمد لله الاسعاف لحقني، الاسعاف لحقني. فجاه واحده لقيت محمد شايلني ومدخلني، ما شالنيش لا برضه، اصل شال النادي. مش عايزين نقول بس الكلام اللي هو والله اللي بتاخد علينا. محدش يشيل حد. انت شايفه انه شالك ازاي اصلا يعني؟ انت حتى في الكوره ايه الجون ده؟